يا مساء الخير، ازيكم يا احلى ماميز في الدنيا؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بالف خير. هعمل معاكم اكله كويسه ورخيصه وندردش شويه. انا جبت نص فرخه وحطيتها في ميه بخل، وهعمل بقى ايه التتبيله بتاعتها اللي هي بحطها في الشوربه. بعملها حتى لو صينيه بطاطس، اللي هو ملح وفلفل وبابريكا وورق لورا ناعم زي ما انتوا شايفين. هقلبهم واتبل بيهم الفراخ اللي اتنقعت في الخل 5 دقايق عشان تشيل منهم اي زفارة، وهسيبهم على جنب. انا عادة بحضر الاكل كله الاول، يعني لما بتتبلي الاكل وتسيبيه ياخد بس نفسه كده 5 دقايق ربع ساعة، كل ما سبتيه اكتر كل ما كان طعمها احسن واحسن. هتفرق معاك التركاية دي. انا بعمل الصدور لوحدها والوراك لوحدها، و بظبط الميزانية. قرن الفلفل بقى اللي هنخرطه ده هنحط عليه نفس التتبيلة هي والبصلايه، وهنعصرهم كويس قوي قوي قوي، وهياخد الصينيه دي في حته تانية. عايزه اقولك التريكات دي لو عملتها في الاكل هتفرق معاكي كتير. بالنسبه للناس اللي بتقول ان هي بتكلمني وانا ما ردتش، طب يا جماعه مش من المنطقي يعني انكم تتصلوا بيا اكتر من مرتين وانا ما ردش. هي قاعده، انا ما بتصلش بحد اكتر من مرتين. لو ما ردتش بيدل ان هو مش محترمك، يا اما هو مشغول، حاجه من الاتنين. وما تكلميش حد على على اي شخص، ما تكلموش على مواقع التواصل الاجتماعي. حتى لو هو عاوز يكلمك، عشان احنا يعني ستات مع بعضينا، فمش هينفع نكلم غير الناس اللي نعرفهم بس. تمام كده. ما تدوريش على ناس اختفت من قدامك فجأة خالص. هم اختفوا يعني مش عايزين يتواصلوا معاك. لو عايزينك كانوا كملوا وما اختفوش. ما تلحيش على حد في انه بيتكلم معاكي اصلا. يعني ما ينفعش انا مش عايزه اكلمك وانت عمال تلح عشان تكلمني تلح. ما ينفعش يا جماعه، دي كلها نصايح اهالينا عودونا عليها. ما تصالحش وتتأسفي لشخص اخطأ معاكي عشان بس انت بتحبيه. هو لو بيحترمك كان احترم وجودك من الاول. فانت حاولي ما تصالحيش حد وتتأسفي لشخص لمجرد انك بتحبيه. لا، الحب افعال، مش اسف واعذار. هنا بقول لكم قبل ما اخش في الموضوع بعمق. هنا عملت ايه بقى للبطاطس؟ نفس التتبيله بس زودت عليها ال7 بهارات وشويه ملح، عشان البطاطس بتحب ملح، بتمتص ملح زياده يعني. ورق لورا، ملح، فلفل اسود، بابريكا، وال7 بهارات. وتبلتهم. وبصوا الريحه بقى بدات تهب. نسيت فص الليمون بس هحطه معاكم واحنا شغالين. ولعت البوتاجاز وحطيت معلقه سمنه بلدي، و يعني معلقتين زيت كده. السمنه دي انا عاملاها في البيت، جبتها زبده وسيحتها في البيت، وحلوه اللهم بارك، وريحتها حلوه جدا 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 جدا، وهتعجب ولادك. بصي بقى مهما تعملي صينيه بطاطس مش هيختلفوا عليها. المهم يعني انا عملت الصينيه دي وقلت تقعد معانا النهارده وبكره، عشان خلاص هنبدا بقى من بكره نعمل روتين الشقه الصعب الجبار. وهنزل بفص الثوم على الملح والبصل والفلفل اللي هي التتبيله، وبديها لون واشوحها قبل ما اعملها. تمام كده. المهم نرجع لمرجوعنا. من ضمن النصايح دي ان انت ما ينفعش تتصلي بحد اكتر من مرتين. هو يا اما مش عاوز يكلمك يا اما مشغول، ولو مش عاوز يكلمك مش هيتصل حتى لو فاضي، ولو مشغول بعد ما يجيله فرصة انه يكلمك هيكلمك. ما تدوريش على ناس اختفوا من حياتك لمجرد اللي انت بتحبيهم خالص. بصي، هما لو حبوكي مش هيختفوا مره واحده. ما تكلميش اي حد وانت مش عارفاه، بالذات على مواقع التواصل الاجتماعي، عشان انت مش عارفه نواياه او مش عارفه هو يعني هو كويس او مش كويس، ما تعرفيش عنه حاجه، فما تحطيش نفسك في الموقف ده. ايه تاني؟ ما تتأسفيش لحد وتقبلي عذره مجرد ان انت بتحبيه. لا، اللي بيحب حد افعال مش اقوال. في حاجات كتير كده اساسيات بسيطة والله لو ركزتوا فيها هترتاحوا نفسيا كأنك مخلصة موعينك بالظبط. واعرفي ان الدنيا مواقف، والمواقف دي لازم قلبك وعقلك وتحفظي كرامتك، عشان دول اللي هيعزوا نفسك. ماشي، ودول اللي هيصنعوا وجودك في الحياة. عشان الدنيا كل واحد ليه احترامه في الدنيا. تمام كده. وعشان نفسيتك كمان. وخدي بالك الكلمات الجارحة بتسمم البدن. يعني ليه تسببي لنفسك جروح في دماغك؟ تعملي ليه جروح في دماغك؟ حاجات يعني مش هتفرق خالص. فالأحسن انك تحافظي على ده، وما تحاوليش حتى انك تجرحي نفسك. اي حد مستغني عنك باي باي، انت في غنى عنه. واللي مش هيعرف قيمتك النهارده هيعرفها بكره. بس واللي مش هيقدر يحتفظ بيكي فانت كفيله كفايه ان انت تحتفظي بنفسك وكرامتك وهيبتك، عشان انت ليكي هيبه وعمر ما حد هيقدر
يكسرها ان شاء الله. هنا بصوا دي النصايح اللي حبيت اقولها لكم والتجارب اللي انا شايفاها وبزياده اليومين دول، فحبيت اقولهم لكم. صراحه هنا عملت البطاطس وشوحت الفراخ ونزلت بالصلصه، وطبعا الصلصه كنت برضو مش متبلاها عشان متبله الفراخ والبطاطس. واول ما الصلصه غلت هي والفراخ وحسيت الفراخ غلت في السوا، رحت نازله عليها بالبطاطس. وكده كده كنت مزوده الميه وغطيتها، وكانت حلوه اللهم بارك، الريحه ماليه الشقه. وطبعا عملت معاها شويه رز وخلصنا المواعين، وكده خلصنا الغدا بدري، وكل حاجة كانت تمام وزي الفل. وده أجمل إحساس في الدنيا، ولا تشغلي بالك بالحلو أو بالوحش، ده النصيحة الأحسن ليكي. هنا بصوا بقى قلبت الرز، وطبعا لازم اسمها نشوح الملح مع الرز قبل المية، بتفرق التركة دي تحفة. بصوا البطاطس ريحتها طلعت اهو، ببص عليها اول ما بتبدا تغلي هغسل المواعين دي عشان يبقى كل اللي متبقى عندنا طبقين الاكل. لم اي مواعين اول باول، عشان ده يعني على رأي ست ربنا يكفينا شر كفة المواعين. المواعين يا جماعة يعني في ونس، يعني في ود، يعني في ناس بتروح وتيجي، لكن المواعين لما تقعد تطرب لوحدها مفيش حد بيروح ولا يجي، يعني حاجة صعبة جدا. فاحمدوا ربنا على نعمة كافة المواعين، وان احنا قادرين نعمل حتى لو بنعمل حاجات بسيطة. المهم ان في ونس وفي ود، وربنا يديم علينا وعليكم الود ان شاء الله. بس ويا ريت كمان، يا ريت كل واحد يعني يحاول ما يبقاش كلامه جارح، عشان الجرح في الدماغ صعب جدا جدا. وعملت صينيه البطاطس دي وكررتها لتاني مره في الاسبوع النهارده، عشان خاطر كان عندي ضيف صغنوني ابن اختي كده وعنده 5 سنين، يعني مش عايزه اقول لكم، قال لي يا سمر اعملي صينيه بطاطس، فانا ما اقدرش اكسر كلمته، عشان كده عملتها له. وكنت فرحانه والله بالضيف ده، ربنا يحفظه هو وولادي ويحفظ ولادكم جميعا. خلصت المواعين وتابعت الاكل، وهدخل كمان الصينيه تاخد لها لون كده على الوش في الشوايه، انا بسويها على البوتاجاز. وايد الرز مفلفل هتشرب، هغطيه 9 دقايق اطفي عليه، تاكلي احلى شويه رز مفلفلين. وادي البطاطس دخلت في السوا، بظبط النار عشان مش عارفه لسه حاسه ان الصينيه بتتزحلق. خلصت رجعت تاني للبوتاجاز بقى عشان كان الرز هيتحرق، رجعت تاني للرخامه بكمل تصبينها. وطول ما انا واقفه ايديا في الحله بتاعه الحوض، حله الحوض دي احنا بنرمي فيها اكل، فلازم اول باول تبقى نظيفه وتصبنيها. كل ما بتغسلي طبق لازم تصبنيها. لو انتوا لسه سامعين لحد دلوقتي ما تنسوش تعملوا لايك وشير. دمتم بخير. واخر تركايه لازم نعملها، اللي احنا نطهر الليفه بتاعتنا. الليفه طول ما هي متطهره بميه مغليه بتبقى زي الفل. ادي المطبخ خلص كله تمام، ما فاضلش غير الطبقين اللي هناكل فيهم. كرتونه البيض دي هنرميها، هندخل بتاع الشوايه. ما تنسوش اللايك والشير. باي باي.